السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هننضف يا جماعة الكرشة من أكلات العيد. هننضفها في البيت، خليها جميلة كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. هي ما كانتش كده، يعني انتوا هتشوفوها دلوقتي كانت شكلها ايه. وبعدين ديت الحتة دي صعبة زي ام الشلاتيت بالظبط. مرة تانية اعمل لكم ان شاء الله انضف ام الشلاتيت. دي صعبة، يعني الحجرات ديت صعبة جدا في تنظيفها، يعني في البيت عامة يعني. لكن طبعا الجزار بيبقى له طريقة في تنظيفها بسهولة. انا هنضف الكرشة بطريقة عادية جدا زي اللي امهاتنا كانت بتنضف بيها. لا هحط اي حاجة، مش هحط اي حاجة تانية، هي المية السخنة بس اللي هنضف بيها. مية سخنة قبل الغليان، مش هغليها. لو غليتها مش هتبقى، يعني مش هينفع، هتسمخ في بعضيها كده. القشر بتاع الكرشة ده هيسمخ فيها كده ومش هيرضى يطلع. هي بتبقى قبل الغليان، وبتحطيها يعني ما يكملش دقيقة كده، تقلبيها فيها وتطلعيها وتكحتيها بقى بالسكين. ولازم تكون السكينة باردة، السكينة اللي بتعمليها بيها تكون باردة، مش سكينة حامية علشان ما تقطعها الكيش. بصي بقى، تقعدي تعملي فيها كده، تحكيها بالسكين. بصوا الطريقة ديت العادية جدا، لا حطيت فيها برشام ولا حطيت فيها اي نوع من اي حاجة. في ناس يا جماعة برضك للتسهيل بيحطوا برشام ريفو في المية وهي قبل، والمية سخنة يعني، بيحطوا برشام ريفو وينضفوها، فبيقولوا ان هي بتبقى سهلة. فانا ما جربتش، انا حبيت اعملها بالطريقة العادية كده اللي بتتعمل فيها، يعني امهاتنا كانوا بيعملوها وكده. يعني مادام هي بتطلع الحاجات اللي قدامي دي كلها يبقى بتنضف. يعني هي بتاخد وقت بس بتطلع الحاجات، مادام بيطلع منها حاجة تبقى كده بتنضف. وانتوا هتشوفوا الفرق دلوقتي بينها وبين اللي لسه ما نضفتهاش. تقعدي تكحتي فيها كده زي ما قلت، المية من غير اي اضافة، مية بس، مية قبل الغليان، مية سخنة قبل الغليان، يعني ايدك ما تستحملهاش. عشان كده كنت جايبه قماشه وبمسكها فيها اول ما بطلعها، ما بحطهاش تاني تحت ميه سخنه ولا حاجه. بنضفها كده وهي سخنه. هتقعدي تكحتي فيها كده. يعني بس يعني بتطلع معاكي يعني. بس هي الحته دي صعبه، مش زي الحته التانية ديت، زي ام الشلاتيت بالظبط. في قطعه في الكرشه، محب الكرشه عارفينها، اسمها ام الشلاتيت، صعبه كده برضك في التنظيف. تمسكيها بقى بايدك بقى هتطلع. بصوا يا جماعه كده، حجره حجره، هي عامله زي حجرات زي خليه النحل كده. تمسكيها كده ايه، تنضفيها. بس ميزه الكرشه ديت ان هي كانت تخينه، بسم الله ما شاء الله، مليانه لحم يعني. طبعا اخواتنا اللي ما بيحبوش الكرشه مش هيستظرفوا الشكل. الشكل كده وهو طالع، بس ده فيديو تعليمي، فمش لازم، مش هداري حاجه، فلازم كل حاجه تكون باينه. بصوا تكون حجرة كده، حجرة وانضفها، واللي ما تنضفش اعملها بالسكينة. مش هتاخد منك، يعني هتاخد منك وقت تقولي. يعني الحتتين دول انا منضفة قبليهم، بس التانيين كانوا سهلين، وكنت عاملاها فيديو تاني مع حضراتكم السنة اللي فاتت. إيه، كل عام وحضراتكم بخير يعني الاول. فتمسكيها بقى حتة حتة كده وتنضفيها، تطلع معاكي بسهولة. فانا قلت اصعب حتة دي اجيبها اعملها. بسم الله ما شاء الله بتطلع. ومرة تانية هعمل مع حضراتكم مش شلاتيت ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بصوا الفرق بين دي ودي، مع ان دي لسه بردك ما نضفتش بس بان فرق. بصوا يا جماعة اهي، ولسه بردك مش كده بس، ده انا هنضفها تاني. معلش التصوير ظالم الموضوع شوية. اكحتي فيها بقى كده على قد ما تقدري، على قد ما بتحبي الكرشة. اعمليها. ساعات بردك بنقول عليها الكمونية يا جماعة. اهي بسم الله ما شاء الله، واحدة واحدة كده ايه بتنضف معاكي. ان شاء الله في فيديو تاني هطبخ معاكم الكرشة دي بطريقة سهلة بردك، زي اهالينا بردك ما كانوا بيعملوها. انا بحب الحاجات التراثية دي اللي اهالينا بيعملوها، طعمها بيبقى جميل جدا. يعني انت بردك ممكن تعمليها بكذا طريقة. ممكن تعمليها تسلقيها وتقطعيها وتحط لها بصل، ممكن لها كذا طريقة. بعد ما بتخلصي تنظيفها بتقشريها، بتقشري القطعة اللي ورا دي خالص، علشان ديت بتبقى طبعا الكرشة هي المعدة اللي بيبقى فيها الأكل بتاع البقرة، بتاع الجاموسة ديت، المكان بتاعها. فانت بتقشري بقى
الحتة دي لازم تقشريها علشان بتبقى يعني اخدة من ريحة الاكل وكده. طالما نضفت الكرشة كويس ما بيبقاش فيها اي حاجة. وكمان هقول لحضراتكم لسه في خطوات تانية هنعملها هتخلي الكرشة ديت ولا فيها اي حاجة ولا ريحة ولا اي حاجة. بصوا حضراتكم لازم بتقشر بردك من ورا بسهولة اهي. تسحبي القشرة دي كده كلها تطلع معاكي اهي، الجلدة الخفيفة اللي بتبقى ورا دي، وهي بسم الله ما شاء الله سمينة كده، مش هتاخد منها حاجة يعني. حتى لو خدت شيلي الدهن وشيلي كل حاجة. بعد ما نضفتها حطيتها بمية بملح بطماطم وغسلتها كويس جدا، وليمون، مية بملح بطماطم وليمون وغسلتها كويس. وبعدين كمان نقعتها في حبة دقيق بحبة ملح وسبتها حوالي نص ساعة. وبعدين خدتها شطفتها وهنقعها تاني بمية بملح بليمون بردك حوالي نص ساعة لحد ما يبقاش فيها حاجة خالص. بتبقى جميلة كده وريحتها حلوة. بصوا حضراتكم كده هغيرها، هشطفها تاني كم مرة وارجع بيها تاني. بصوا يا جماعة كده هحط عليها ليمون واحط عليها ملح. ودون ان شاء الله قريب جدا اعمل معاكم طبيخ الكرشة. السلام عليكم ورحمة الله.